السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سعيده. ان كلشي كنت سعيده، نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنقسم معكم واحد التورته روعه بواحد الحشوه بكريمه هائله، نتمنى تجربوها. غادي تشوفوا معايا تفاصيل كامله في الفيديو، فنتمنى لكم مشاهده ممتعه. شوفوا معايا كيف كتجي لذيذه بزاف، نتمنىكم تجربوها. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ديال السكر، 4 ديال البيضات، وهنا يعني كيسان ديال دقيق الفورس، هنا عندي خميره ديال الحلوه 16 غرام، وكيس ديال الفاني. غادي ندوز دابا لطريقه التحضير. بسم الله. غندير واحد القبيصه ديال ملحه، وغندير الفاني. تقدروا ديروا السكر فاني ماشي مشكل، انا غنضيفو حتى هو باش تعطيني نكهه مجهده ديال الفاني. بسم الله. غادي نبدا نضيف السكر شويه شويه. بسم الله. كنطلب حتى كيولي الخليط باس على هذا الشكل. غادي نغربل حتى الخميره باش الا كانوا فيها شي تكتلات تحيدوا. بسم الله. غنبقى نضيف الخليط شويه بشويه. بسم الله. ونحركو من الاحسن بهذا اولا بمعلقه، تقدروا ديروا بالخليط اليدوي ولا معلقه باش الخليط ديال البيض والسكر ما يهبطش، باش تجينا مهويه وتجي طالعه. بسم الله. كنبقى نضيف في الدقيق شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده. دائما دقيق كنضيفوه دفعات، واخا يكون عندنا المقادير مضبوطه. صافي بقيت انا كندير دقيق بشويه بشويه، وكنخلط على هذا الشكل من الفوق حتى لتحت، حتى كيولي الخليط على هذا الشكل، كيولي كيكسب. معلقه على الخل في الاخر. وهنايا عندي هذا القالب فيه 24 سنتيم. 24 سنتيم كما كتشوفوا. انا درت ليه لتحت، قطعتها على شكل دائري الورق ديال الفرن، وهذه قطعتها على شكل طولي وقسمتها على النصف ودرتها هكا من الجناب كيف ما كتشوفوا. غنضيف بسم الله، غنضيف الخليط ديالنا وكندخلها الفران يكون مسبقا سخون على 200 درجه، وكنهبطو 170 180 درجه، وكنخليها طيب حتى كتحمر ليا من الفوق. ودابا غادي ندوز نوجد معكم كريم باتيسري. غادي نديرها غير بيضه وحده، لانني غادي نديرها في الحشو، غادي نغطي بها الكريمه، فهذيك فاتني. انا درت هنايا بيضات، تقدروا ديروا 2 صفار ديال البيض، انا درت بيضه وحده باش ما نضيعش البياض ديال البيض. غادي نضيف ليه هنايا 80 غرام ديال السكر، كيف ما شفتوا كاس ما عمرش ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق. المهم 80 غرام جاتني هي هذيك. غادي نحرك الكل جيدا حتى كيندمج الخليط، وغادي نضيف كيس ديال الفاني. غادا نضيف 2 معالق ممتلئه ديال النشا، تقدروا تعوضوه بالدقيق ماشي مشكل. نخلط الكل جيدا. في الاخر نضيف كاس ديال الحليب هنايا فوق النار. صافي كما شفتوا دابا القوام ديال الكريم باتيسري كتعقد على هذا الشكل. كنطفو عليها، هي باقا سخونه كيف ما كتلاحظوا. غادي نخليها تبرد جانبان. وهنايا عندي يلاه خرجتها من الفران. كانت عندكم عود اسنان تقدروا ديروها سباغيتي. المهم خاصها تخرج ناشفه، كيخرج ناشف يعني صافي طابت من الداخل مزيان. غنخليه يبرد مزيان، غنحليه عليه ونخليه يبرد. بسم الله. وغادي نخليها تبرد. هنايا عندي هذه كريمه سائله 200 ملل، ضروري تكون بارده. وبالنسبه للناس اللي ما كتنجحش معاهم القشره الطريه ما كتطلعش لهم مزيان، فكنصحكم الاناء سوا دخلوا الثلاجه يكون بارد وتخرجوه وعاد ديروا فيه الكريمه. حتى المهم تكون بارده عفوا. فهاد جا السكر بالنسبه للناس اللي كيبغيو نقصوا السكر، هذا فيها السكر يعني ما محتاجوش تزيدوا، ولكن انا باش تجيني لذيذه كنضيف ليها واحد حوالي 7 معالق ديال السكر، ماشي بزاف. كيف ما كتشوفوا ضربتها مزيان، شوفوا كتولي كتشد في راسها. انا هنايا حتى غير في الشرجم هذه بردات، ما دخلتهاش صراحه الثلاجه، خفت اللي في الثلاجه خليتها بردات غير برا. صافي دابا غادي نبدا نضيفها. غادي نخلطو جيدا. دابا غادي ندخلها تبرد، ومن بعد غنضربها واحد شويه باش تماسك اكثر. هذا القوام ديالها غادي نوريكم معلقه كيف كتكون باقي غتبرد وغتماسك. ندوق. بسم الله. رائعه، روعه، لذيذه بزاف. خاصكم تجربوها باش تعرفوا علاش كنهضر. دابا غادي ندخل الكريمه تبرد.
من بعد ما بردات الجينواز فهنايا كنحيد ليها الورق اللي ديال الطهي اللي درت لها من التحت وكنقطعها. الطريقه ديال التقطاع تقدروا ديروها بالخيط وتقدروا ديروها بالسكين. انا كنديرها على هذا الشكل، كناخذ السكين وكندورو غير من القنات على هذا الشكل، كنعلم البلاصه اللي غادي نقطع وكناخذ السكين فيه المنشار وكنقطعو يعني، وكنبقى ندور البلاصه اللي علمت بالسكين وكتجيني الطريقه السهله كنقطعها على النصف على هذا الشكل. شوفوا معايا جنواز راه كتجي تبارك الله خفيفه، كتجي روعه. نتمنىكم تجربوها على الطريقه. ودابا غادي ندوز نمونطي الطورطه. غادي ناخذ الجينواز، غناخذ هذا غنحطو فوق الطبق، وغادي ناخذ الحليب وغادي نسقيها مزيان بالحليب. ناخذ الكريمه اللي درتها بالقشطه الطريه اللي خلطتها مع الكريم باتيسري، كتولي عندي كريم دبلوماتيك ولا كريمه دبلوماتيكا. كناخذ واحد الكميه وكنعمرها مزيان من الداخل، وغير بملعقه كنوزعها على هذا الشكل. كناخذ الجزء الثاني ديال الجينواز وكنرطبو مزيان على هذا الشكل بالحليب، غير شويه باش يجيني ساهل فاش نبغي نحطوه فوق الطورطه على هذا الشكل. هكذا كتكون ملي كنعمرها. التزيين كيبقى اختياري، انا غادي نقترح عليكم هاد التزيين اللي غادي ندير معاها. خليت هنايا واحد شويه من الكريمه اللي غادي نديرها الفوق وغادي نغطي بها الطورطه. غادي نوزعها هكا غير بمعلقه، ومن بعد غادي ناخذ واحد السباتول اللي كتكون على هذا الشكل، كنوزعها مزيان وكنملسها من الفوق وكنهبط الجوانب وكنقادها حتى من القنات. ملي كتولي عندي على هذا الشكل كندخلها الثلاجه تبرد وكندوز نحضر الكاناش. غادي نحتاج 200 ملل ديال القشطه طريه، كنديرها هنايا في كاسرونه وكنحطها تسخن فوق العافيه، تسخن غير شويه. كناخذ 3 القطعات ديال الشوكولاته، تقريبا 75 غرام ديال الشوكولاته، هادو قطعات كبار كنقطعهم على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغادي نديرهم فوق البانا اولا القشطه الطريه اللي كتكون سخنات مزيان. كنحرك جيدا وكنحصل على كاناش اللي غادي نزين بها الطورطه ديالي. شوفوا معايا القوام ديالها راه كتكون على هذا الشكل، فاش كتبرد كتماسك اكثر. غادي ناخذ ورق ديال الفرن وغادي ندير فوقه الشبكه وغادي نحط فوقه الطورطه. غادي غير المساعده ديال السكين غادي نهزها نحطها فوق الشبكه. تقدروا تزينوها نتوما نيشان في الطبق ديالكم الا خفتوا ما تقدروش تهزوهم فوق الشبكه، يعني ديروا على الكراش غير في طبق تقديم وتمسحوها، تمسحوا الطبق ديالكم من القنات. هذه اسهل طريقه. انا غادي نديرها على هذا الشكل، شوفوا معايا، وبمساعده ديال هذا السباتول كنوزع جيدا الكاناش وكنقادها حتى من القنات. وكنخليها في الثلاجه تبرد. هنايا خديت 200 ملل ديال القشطه الطريه، درتها في اناء وغادي نطربها جيدا. كما كتشوفوا القشطه الطريه راه كنت دايره انا في الكونجيناتور بارده بزاف، دغيا كتطلع. شوفوا معايا دو القوام ديالها. وغادي نضيف ليها الكاناش اللي خليتها تقطرات ليا في هذاك الورق، خديتها وما ضيعتهاش ودرتها في هذه الكريمه. نخلط الكل جيدا وكنحصل عليها على هذا الشكل. كناخذ ساكابوش وكنعمرها بالكريمه ديال الشوكولاته اللي وجدت. هنايا كنهز طورطه بمساعده ديال هادو وكنحطها في الطبق اللي غادي نقدمها فيه. بالنسبه للمبتدئين فنصحكم ديروا الكاناش نيشان في طبق التقديم، ما ديروهاش في الشبكه الا ما قدرتوش تهزوها منها. هنايا من الكريمه البيضاء نقسم منها 4 المعالق، غادي نديرهم في واحد ساكابوش وغادي نزينها من التحت، وغادي نستمر على هذا الشكل حتى غادي ندير بها الدوره كامله. وهنايا كناخذ الكريمه اللي قديت بالشوكولاته اولا بالكاناش وكندير بها على هذا الشكل. هنايا كناخذ واحد اكبر من هذاك اللي في التحت وكنستمر على هذا الشكل حتى كندير الدوره كامله. وهذا هو الشكل ديالها. غادي تشوفوا معايا الكتابه ديالها، غادي نديرها كتابه بالشوكولاته. نتمنى الاقتراح ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، والمهم انكم تجربوها وراه متاكده غتنال الاعجاب ديالكم. هنايا غادي ندير غير قطعه ديال الشوكولاته، هذه راه من الحجم الكبير، غادي نديرها فوق حمام مريم غدوب. وغادي ناخذ هنايا ورق ديال الطهي غادي نقطعوه على هذا الشكل مربع، غادي ندورو على هذا الشكل وغادي نعمر به الشوكولاته. كناخذ ورق تاع الفرن وكنقطع هذاك اللي عمرته وكنشوف الشوكولاته واش موجوده بالكتابه. ملي كتبان لي موجوده الكتابه كنخرج الطورطه من الثلاجه وكنكسب. كنخلي الطورطه ترتاح في الثلاجه ومن بعد كنقدمها بصحه وراحه. نتمنى اقترحت عليكم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه ان شاء الله توصلوا بجديد وصفات. الطورطه ديالي كتجي على هذا الشكل، كتجي روعه، كتقطع بسهوله. نتمنى تجربوها. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. بالسلام عليكم.